السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى عاملين فيديو. الناس بقى اللي هي بتاعت يع والكلام ده ما تتفرجش خالص. احنا عاملين النهاردة فيديو عن الكرشة. الناس اللي بتحب الكرشة بس هي اللي تتفرج علينا. انا على فكرة ولادي ما بيحبوهاش لكن انا بحبها. زي ما انتم شايفين احنا جايبين كرشة اهي. شايفين جميلة ونضيفة وبيضة ازاي؟ شايفين اهي. فهنعملها مع بعض. بس يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجه في الكرشه الغسيل. تتغسل كويس جدا 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 وتتنقع في ميه وملح، ونفضل ننضف فيها لحد زي ما انتم شايفين كده تبقى نظيفه جدا جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي اول مرحله في الكرشه. تاني مرحله في الكرشه السليق. لازم نسلقها مع حاجات ما تطلعش ريحه في البيت خالص خالص. تعالوا هوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، ادي حله فيها ميه زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين فيها ايه؟ فيها قرن فلفل حامي جدا، فيها بصلتين كبار، فيها توم، فيها شطه، هنحط فيها كمان فلفل اسود. ده كله ليه؟ علشان ده كله هيمتص اي ريحة في الكرشة وهي بتتسلق. الطريقة دي يا جماعة لو جربتوها مش هتلاقوا اي ريحة خالص في الشقة وهي بتتسلق ولا اي حاجة خالص. جربوها وقولوا لي رأيكم. هنبدأ المية غليت، هنبدأ نحط الكرشة بتاعتنا. دي انا في رأيي اهم مرحلة في الكرشة اللي هي السليق. هنسلقها. طبعا بنحط معلقة سكر صغيرة عشان بتسهل عملية السلق. وبعد كده هنوريكم هنعملها ازاي. حطينا فلفل اسود وحطينا معلقة سكر وهنسيبها بقى تستوي. اول ما تغلي نوطي عليها وتسيبها بقى تاخد سواها براحتها خالص خالص. ودي اهم مرحلة انا شايفة ان هي في الكرشة. خليها تستوي ونرجع لحضرتك كده. الكرشة بتاعتنا استوت. شايفين يا جماعة بيضة ازاي ونضيفها ازاي وزي الفل. طيب هنيجي بقى للمرحلة التانية. احنا هنطبخ الكرشة. في ناس بتطبخها ببصل، وفي ناس بتطبخها بتوم، وفي ناس بتطبخها ببصل وتوم. فدي حرية شخصية، كل واحد يعمل اللي هو بيحبه. حطينا معلقتين توم على شوية شطة حمراء زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نخليها بس تطلع ريحة الثوم عبال ما الثوم بتاعنا نطلع الريحة بتاعته. هنعمل طبعا لازم الكرشة جنبها رز بشعرية او رز ابيض. في ناس برضه بتحب الرز يكون ابيض، وفي ناس بتحب الرز شعرية بتاع الكرشة. برضو أذواق وكل واحد بياكل اللي هو عايزه. حطينا الشعرية عشان نحمرها، بعد كده هنضيف الرز زي ما حضراتكم شايفين. هنا الثوم بتاعنا نقلب لحد بس نطلع بس الريحة. ضفنا معلقة توم، الصلصة بتاعتنا طماطم ومعلقة صلصة ومعلقة سكر والتوابل بتاعتنا اللي احنا عايزينها. وبعد كده هنضيف الكرشة علشان برضو نسيبهم ياخدوا غلوة برضو مع بعض ويستووا مع بعض عشان تبقى طرية جدا بقى.
كل ما تستوي يا جماعة الكرشة اكتر كل ما بتبقى خطيرة خطيرة، بتبقى حلوة جدا. ادي يا جماعة الكرشة بتاعتنا بعد ما حطيناها. شايفين منورة ازاي؟ يا ريت تجربوا الكرشة بالطريقة بتاعتي وتقولوا لي رأيكم. خطيرة خطيرة، بحبها جدا. مفيش ريحة، مفيش أي حاجة تقول إن هي كرشة أو لها علاقة بأي حاجة يعني. علشان الطريقة الجميلة اللي احنا سلقناها بيها، وزي ما بيقولوا البيجرميل اللي احنا بنحطه مع الحاجة وهي بتستوي بيخليها تبقى ما فيهاش أي زفارة خالص. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم.